نزل ايدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المتابعين الاعزاء الكرماء. من خلال هذا المقطع، هذا المقطع صورته مخصوص، هي هدية طبعا لاخونا احمد يوغن اللي هو نسيب اخوي ابو عمر. الكاميرا شنو زعلان؟ ايه، بس اريد اوجه تحية وتقدير واحترام لاهل منطقة المنصورية، كل الاحترام والتقدير. يعني متابعينا على الصفحات، نروح لفد مكان يرحبون بينا ترحيب خاص، شبابهم ناسهم، بالاخص دول الشباب الصغار، يعني الله يحفظهم لاهلهم. كلش متعلقين بالمقاطع مالنا. اشكر منطقتي، شيوخها، صغارها، كبارها، الكل. فحبيت اصور هذا المقطع واترك الكلمة لاخوي المحبوب ابو عمر. السلام عليكم. ارفع يدك فوق حتى يطلع. اليوم طبعا اخوي بعدنا راح اعوفه، راح اروح لي جاي ويا نسيبي احمد يوغين، عازمني مسوي لي وليمه مال باتشا، وجايب فخذ مال طلي. تعرفون فخذ مال طلي ما ينعاف، جري ما ينعاف، مو بس عفو بعدنا نعاف السما شمين. لا شغلك. شفت شلون اخوي التوأم مالي باعني فخذ معطلي؟ لا ما هلا ابيعك بخشنيه. لا ان شاء الله هاليوم اروح انا والسبت ان شاء الله يمك. وهذا المنظر الحلو، الله اكبر، ماكو بشر، ماكو طير. والشوله الحلوه. هذا مطاري وهذا مطار اخي ابو عدنان، وما احلى من القعده هاي الحلوه. ماكو بشر، ماكو طير، وماكو سمك. ماكو سمك عافيه، مو مشكله ماكو سمك، المهم الراحه النفسيه. هسه احنا راح ندزه ويا احمد يوغن نسيبه على اساس خطار، بس هو راح يستطلع. احمد يوغن قالوا السبت تجيبني قدام العالم قدام امه محمد، السبت تجيبني، اذا ما تجيبني السبت تخارب انا وياك. انا راح ادزه استطلاع، يستطلع الاماكن اللي بيها بعض الحيوانات الصيد كطيور واسماك وما شابه ذلك. فأترك لكم التقييم والمتابعة والمشاهدة. يلا سلام. كل الهلا.